السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بيكم يا بناتنا ويا حبايبنا في مطبخ رودي عزومة مراكبية. مطبخ رودي عزومة مراكبية بيحييكم وبيتمنى لكم كل خير عليكم وعلى أيامكم، وكل أيامكم تبقى سعيدة سعيدة إن شاء الله. النهاردة هنكلمكم على أكلة حلوة كلنا بنحبها. أنا شخصيا بحبها وبموت فيها، خصوصا لو كانت بايتة يعني ما بتبات. النهاردة هنعمل إيه؟ هنعمل البامية، بس هنعملها طاجن. بامية في منتهى الجمال اهي، هنعملها طاجن. هنقول لكم بقى على المقادير بتاعتنا وازاي الطريقه تتعمل، وان شاء الله تطلع ناجحه وحلوه قوي معاكم. اولا معانا كان عندنا لحمه كده، معانا حوالي 4 حتت 5 حتت زي ما انتم شايفين، نقول 4 حتت. هنعمل بيهم طبخه حلوه قوي وهتبقى في منتهى الجمال. معانا هنا طبعا اي كميه من الباميه دي حسب عدد اسرتك، نص كيلو، كيلو الا ربع كيلو، حسب عدد اسرتك. انا معايا هنا حوالي كيلو الا ربع من الباميه. معايا هنا اول حاجه عصير طماطم، شفشق عصير طماطم، ومعايا هنا بصلايه كبيره متخرطه كده تخريط متوسط. معايا حوالي 3 4 قرون فلفل حاميين. يعني طبعا دي خطوه لو انت عايزاه ممكن تعملي بارد، يعني مش حباه تشيليه خالص، بس احنا بنحب نحط عليه فلفل حراق. معايا حوالي معلقه توم مفرومه زي ما حضراتكم شايفين. معانا 2 من مرقه الدجاج، بقيه التوابل، كمون، فلفل اسمر، وهنكمل ملح على ال2 مرقه الدجاج بتوعنا دول. ولو حابين تضيفوا شويه شوربه لو عندكم يعني تبقى حلوه قوي. ما عندكوش خلاص، يعني احنا على ال2 مرقه الدجاج دول هنضيف بقيه الملح والكمون والفلفل الاسمر، وحلو قوي كده ورضا من عند ربنا. يلا معايا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه في الباميه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده معانا كميه من السمنه، مستنيين لما تسيح. نبتدي نضيف البصل بتاعنا. البصل بتاعنا هنشوحه بس، يعني هنشوح البصل بس عشان كمان بقيه المحتويات تتشوح معاه. زي ما شايفين حضراتكم بنشوح البصل بتاعنا، عايزينه بس يعني يبقى كالسمائي كده شفاف. اول حاجه هنحطها الفلفل بتاعنا، وبرده هنشوح. الطريقه دي حلوه قوي وهتعجبكم، والطعم نفسه هيعجبكم. طعم الباميه هيبقى مختلف كده وهيبقى جميل. هنشوح البصل والفلفل شويه، ومش هنحط الثوم دلوقتي الا لما الباميه تتشوح، لان لو حطينا الثوم دلوقتي هيتحرق مننا طبعا. هنبتدي بقى نحط الباميه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين خدنا الباميه بتاعتنا تشويحه مع الفلفل والبصل بتاعنا. هنبتدي نحط كميه الثوم بتاعتنا ونشوح برضو. انا عايزه ريحه اول ما ريحه الثوم تطلع علينا نروح حاطين عصير الطماطم بتاعنا. زي ما انتم شايفين يا بناتنا قعدنا نقلب فيها لمده 2 3 عقبال ما شمينا كده ريحه الثوم، وانا مش عايزاه برضو يتحمر، انا كنت عايزه الريحه بس بتاعته تطلع. وزي ما انتم شايفين حضراتكم ضفنا عصير الطماطم، وهنبتدي نحط له الملح والفلفل ومرقه الدجاج. زي ما انتم شايفين مرقه الدجاج اهي، بس انا بفتتها علشان اضمن ان ما بقاش فيه تكتلات في الاكله بتاعتي، خاصه ان احنا مش هنخليها تستوي، يعني ايه، هنخليها نص سوا كده. حاطين 2 مرقه دجاج، هنقلب وندوق نشوف عايزين ملح تاني ولا لا. وبعد كده نحط معلقه كمون ومعلقه فلفل اسمر صغيرين، ونرجع لحضراتكم تاني. زي ما حضراتكم شايفين حطينا معلقه صغيره فلفل اسمر، وحطينا معلقه كمون برده صغيره. هنديها تقليبه ونسيبها تستوي لغايه ما نحس ان هي بقت نص سوا، ومش عايزه الشوربه بتاعتها تبقى كتير، عايزاها يعني ما تبقاش كتير عشان احنا هنحطها في الطاجن. زي ما انتم شايفين يا بناتنا خلصنا الباميه بتاعتنا، سويناها نص سوا. وعندنا كام حته لحمه دول اللي انا قلت لكم عليها، حطيناهم في تحت كده في قاع الطاجن بتاعنا. هنبتدي نحط عليهم الباميه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين يا بناتنا حطينا اللحمه في القاع بتاع الطاجن بتاعنا، وصبينا الباميه عليها كده، حطينا الباميه عليها. هنزوق الطاجن بتاعنا، هنزوقه بايه من فوق
قرنين فلفل كده رومي وكمان قطيتين كده من فوق الوش. وبعد كده هنبتدي نحطهم في الفرن. هقطع بقى الفلفل والطماطم كده عشان نزوق الطاجن بتاعنا، وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. بس حبيت اوريهولكم الطاجن في منتهى الجمال. طبعا اللحمه تكون مستويه 3/4 سوا، والباميه تكون نص سوا، وفرن يكون حامي يعني 180 وقبل ما ندخل الطاجن عليها. وممكن كمان لو حابين تغطوا الطاجن بتاعكم عقبال ما يستوي كده شويه، وبعد كده ترفعوا الغطا من عليه. زي ما انتم شايفين شكل الطاجن يجنن. هنقطع بقى الفلفل زي ما قلت لكم ونرجع تاني. زي ما انتم شايفين كده يا بناتنا، حطينا شرايح من البصل وشرايح من الطماطم على طاجن الباميه بتاعنا من فوق كده عشان نجمله كده ونخليه جميل. هنبتدي بقى نحطه على بوتاجاز سخن زي ما قلت لكم 180. هندخله الفرن، الفرن يكون سخن طبعا، مشغلاه قبلها ب 10 دقائق. وان شاء الله لما يطلع كده نوري لكم احلى طاجن باميه في الدنيا، طاجن باميه باللحمه في منتهى الجمال. شايفين يا بناتنا طاجن الباميه بتاعنا طلع في منتهى الجمال، حلو قوي، ريحته تجنن. الطماطم والبصل اللي فوق دول احنا حاطينهم للتزويق بس، لكن الباميه بتبقى طعمها في منتهى الجمال، طالعه ريحتها مش عايزه اقول لكم تحفه قد ايه. بسم الله ما شاء الله، يعني هتحبوها قوي، ريحتها في منتهى الجمال، يعني تفتح النفس كده. الحمد لله اكلتنا خلصت معانا. يا رب تعجبكم النهارده الاكله بتاعتنا اللي هي الباميه باللحمه في الطاجن ده بتاعنا الجميل دون اللي احنا حطيناه في الفرن. ودي النهارده كانت اكلتنا من مطبخ رودي عزومه مراكبيه. شكرا ليكم، اسيبكم على خير واشوفكم على خير، مع تحياتي مع تحيات مطبخ رودي، والسلام عليكم ورحمه الله.